السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في حياتي في الغربة. مرحبا بالأهل والأصدقاء والحباب البعاد والقراب والمتتبعين لايف اوف مام حياتي في الغربة. كنقول لكم شكرا على التتبع ديالكم القناة، على التشجيعات ديالكم، التعاليق ديالكم الزوينة. كنتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم بأحسن صحة وسلامة إن شاء الله يا ربي. كنهديكم الكيك الشوكولا لعشاق الشوكولا، وحتى اللي ما كيعشقهاش غادي يعشق هذا الكيك هذا ان شاء الله. واحد الكيك اللي كيجي رائع وكيجي لذيذ وبمكونات سهله ومتوفره في كل بيت ان شاء الله يا ربي. خليكم معايا، ما تمشيو بعيد، غادي نمشيو باش نعطيكم المقادير والطريقه ديال هذا الكيك هذه. يلا على بركه الله. بسم الله على بركه الله. اول حاجه غادي ناخذ العبار بكاس ديال العنبه. المقياس بكاس العنبه غناخذ كاس ديال السكر سنيده، كاس ديال الماء، كاس ديال الزيت، كاس ديال الشوكولا كاكاو بودر. بالنسبه للكاس ديال الكاكاو شوكولا ما عامرش، باش كنكملو كندير 3 المعالق كبار ديال الحليب بودر. الا لاحظتوا راني درت 5 المعالق كبار ديال كاكاو ديال الشوكولا المر هذا اللي كيكون يعني طبيعي وكي كتشوفوا. ضفت عليه 3 المعالق ديال الحليب بودر وكنحركوا جميع المكونات، كنحركوهم مزيان. كنكونوا درناهم هكا في كاسرونه باش غادي نحطهم على النار تكون ناقصه معتدله، يعني ما تكونش مجهده. وغادي نستمروا بالتحريك، ما ترخيوش عليه، ما كياخذش اكثر من 5 ديال الدقائق، غير كتبدا تغلى لينا صافي وغادي نطفي عليه. كينسجم لينا الخليط وصافي ها هو وجد معنا. غادي ندوزو للكيك. اول حاجه عندي هنايا الصوص، ها هي كي كتشوفوا راه بردات شويه، خديت منها كاس ونص. هذا الكاس كبير راني عبرته فيه كاس ونص، يعني ما عامرش كي كتشوفوا بقياس العنبه. وغادي ناخذ كاس ديال السنيده، سكر سنيده رقيق، وكاس ديال الزيت، وكاس ديال الحليب. بالنسبه لي انا عملت الحليب ديال اللوز، اي حليب عندكم ممكن تعملوه. واحد ساشي ديال فاني و3 ديال البيضات. والدقيق غادي نحتاجو على حسب نوعيه الدقيق. انا عملت 3 ديال الكيسان ديال الدقيق. بالنسبه للصوص ديال الشوكولا اللي بقات ليا، ضفت عليها هاد النوع ديال الشوكولا اللي كيكون طبيعي، كيكون شوكولا فيه الكاكاو عالي، نسبة الكاكاو كتكون عالية. يعني اي نوع عندكم ديال الشوكولا ممكن تزيدوه، كيعطيكم واحد اللوغو اللي كيجي لذيذ وكيتقل هذيك لاصوص، وكيكون عاطي فيها اللمعه اللي كيعطي، كتجي فيها واحد اللمعه رائعه. اول حاجه اش غادي نعملو؟ البيض ديال البيض. غادي نعمل دوك 3 ديال البيض ديال البيض هما الاولين. كي كتشوفوا راني كنحيد الصفار ديال البيض، غادي نخليه من بعد وغادي نضيفو. بغيت ندرب انايا نطرب هذاك البيض ديال البيض مع السكر. غادي كي كتشوفوا راني عملتهم غير في الخلاط الكهربائي. الخليط يعني ساهل، ممكن تعملوه حتى في شي بول اللي هي خاصه فين كتخلطوا الكيك. وضفت عليه السكر وفاني. اللي النوعيه ديال الدقيق اللي عندي انا راه فيها الخميره. بالنسبه للناس اللي عندهم الدقيق العادي خصهم يعملوا 2 خمارات حتى 3 ديال الخمارات ساشيات خميره الحلوه. صافي هانتوما هنا كتشوفوا راني ضربت البيض ديالي كيتضرب مع السكر مزيان ومع الفاني، وضفت عليهم واحد قبصه ديال الملحه. وهنا بديت كنضيف بوحده بوحده داك صفاره البيض صافي. والخليط ديالي كينسجم لي مزيان، غنبدا نضيف في الزيت هو في نفس الوقت راه كيتخلط. ومن بعد راني ضفت غادي نضيف الحليب. صافي في الاخير غادي نضيفوا لاصوص ديال الشوكولا اللي عملنا وهي سخونه، يعني ما تخافوش منها. واخا انايا راك شفتوا راها باقا سخونه وعملتها. كلشي كيتخلط. الخليط عندنا صباح جاهز. غادي نحاولوا نعملوه في واحد البول اللي غادي نخلطوا فيها الكيك. كيجينا بهذه الطريقه هذه بهذا القوام.
صافي غادي نعمل واحد صفايه اللي كنغربل فيها انايا الدقيق. ضروري من الدقيق كنغربلو. كي قلت لكم الدقيق راه عندي فيه الخميره، هذا خاص بالحلويات. وغادي نخلط غير بالخلاط هذا اليدوي باليد. هذا عملت الكاس الاول، الا لاحظتوا راني عملت الكاس الاول، الكاس الثاني راه باقي في الشبكه حتى نصفيه عاوتاني غادي نغربلو. هذا الثاني، وغادي نضيف من بعد الثالث. يعني خدات ليا 3 الكيسان كاس العنبه، كلشي المقياس العبار كله بالكاس العنبه. في هذه الاثناء هذه غادي نكونوا خدمنا الفرن، وغادي نوجد حتى الطاوه اللي غادي تدخل الفرن. على فكره ممكن انكم تعملوا على يعني الشكل اللي بغيتو، يعني تعملوه على شكل دائري، على شكل مستطيل، على شكل الطريقه اللي عاقلين الكيك ديال ديسباسيتو ممكن تعملوها بديك الطريقه وتحطوا لا كريم من الفوق. نتوما قدموها بالطريقه اللي بغيتو، يعني الانسان ياخذ الفكره وياخذ المقادير تكون مضبوطه، وانتم عملوها بالطريقه اللي كتعجبكم، يعني حتى في التزيين حتى في التقديم بالشكل ديالها اللي بغيتو. وجدات دابا معايا الخليط راه انسجم صافي، وغادي نحضروا دابا الطاوه اللي غادي تدخل الفرن. اختاريت انايا هذا المول هذا اللي هو على شكل مستطيل. غادي نعمل الورق ديال الزبده. هنايا الجناب ديال المول ولا الحواشي ديال المول انا دهنتهم شويه ديال الزبده، غير كندهنهم ما كندوز عليهم، ومن بعد غادي ناخذ شويه ديال الزيت ونديرو معاود من الفوق الزبده. هذه نصيحه يعني اللي عنده اللي ما عندوش الورق ديال الزبده ولا الورق ديال الفرن، ممكن اي مول يدهنوا بالزبده في الاول ومن بعد يعاود يدهنوا بالزيت من غير ما يرشوا بالدقيق. يعني 100% ما غاديش تلصق لكم الكيك، يعني على حسابي ان شاء الله. هذه هي الطريقه اللي كندير دابا. غندي واحد القطيرات ديال الزيت بقاو ليا في داك الكاس ودهنتهم ودورتهم هكا في الجناب، ويا سلام. ها نتوما تشوفوا النتيجه من بعد ان شاء الله كيفاش غادي يطلع. صافي غادي نوضع الكيك ديالي. الخليط غادي نوضع الكميه اللي بغيت انا ما غاديش نوضع الكميه كامله لانني بغيت نعمل واحد القليل من الكاب كيكس. راكم شفتوا في الصور في الاول كنت عملتهم، عندي واحد الشكل ديال السيليكون وحتى هما قدمتهم باش نبين لكم بان هذا الخليط هذا ممكن انكم تقدموا الكيك ديالكم بالمول اللي عندكم في الدار بالطريقه اللي بغيتو بالشكل اللي بغيتو. الاهم الاساس هو الخليط، يعني الاساس هما المكونات اللي احنا عملنا فيهم. هذا المكونات ديال الخليط ديال الكيك، هذاك هو الاساس اللي خصكم تعتمدوا عليه، راه ما غتبقاوش تستغنوا عليها. خصوصا جربوها ولا ذاقوها وليداتكم والناس اللي عشاق الشوكولا اللي بحالي غادي تعجبكم ان شاء الله. انا غير كتزيين عندي واحد حبيبات ديال الشوكولا زوقتهم من الفوق، وهذا الشكل ديال السيليكون اللي قلت لكم عندي باش غادي ندير فيهم لي كاب كيك. الهدف من هادوك اللي فيه واحد الثقب باش كيجي خاوي من داخل غادي نعمرو بلا صوص ديال الشوكولا اللي بقات عندنا، وهي اللي غادي نزين بها الكيك من بعد ان شاء الله. غادي ندخلو الفرن ونتلاقاو من بعد. درجة الحرارة كنديرها على 170 180 درجة. كنشعل عليه غير من التحت وكنديرهم هما من الفوق. كي كتشوفوا النتيجة كتطلع غزالة، وفي نفس الوقت باقي سخان قدام الفرن. غادي نجبدهم قدامكم كي كتشوفوا، يعني كيجيو روعة. باقي سخان ما قدرش بصراحة نجبدهم. ها نتوما كي كتشوفوا كيجيو خاوين من داخل، كيجيو خفافين، والمذاق راه روعه خصوصا بديك لاصوص ديال الشوكولا. وحتى الا بغيتو تضيفوا واحد النكهه ديال القهوه ممكن، اولا تسقيوهم بالقهوه باش تعمروهم بلا كريم، راه كيجيو يعني اروع مما تصوروا واحسن من المحلات. خصوصا الكيك ملي غادي نزوقها وغادي نعملها في الثلاجه من بعد راها كتكون رطبه والمذاق ديالها كيجي رائع. كما شفتوا معايا هادو لي كاب كيك اللي عمرتهم من داخل بلا صوص ديال الشوكولا وغادي نوضعهم في الثلاجه. هذيك الشوكولا راها كتقصح من بعد لانني ضفت فيها دوك الماركه ديال الشوكولا اللي وريتكم ديال الشوكولات الاسود اللي كيحتوي على تقريبا 70% ديال الكاكاو. بالنسبه للكيك من بعد ما بردات غنحيدها بعدا. شفتوا الجناب ديالها
شفتوا كيفاش ما كيلصق ما حتى شي حاجه، كيخرجوا يعني وجات طالعه. صافي غادي نحيدها ونخليها في واحد الشبكه حتى كتبرد مزيان، ومن بعد ان شاء الله غادي نقسمها على جوج باش غادي نزوقها بالطريقه اللي بغيت انايا. خليتهم هكا يرتاحوا، من بعد عاد غادي نحط لي كاب كيك في الثلاجه، ونعاودوا نتلاقاو باش نشوفوا كيفاش غادي نزينها، كيفاش غادي نقدمها ان شاء الله. من بعد ما بردوا ليا لي كاب كيك، حضرت لا كريم فريش عادي، لا كريم شانتيي، طلعتها عندي البودر ديالها وضفت عليها الحليب كيف العاده، وطلعتها مزيان، ما ضفت عليها حتى شي نكهه. صافي وزوقت بها من الفوق. ممكن انكم تزيدوا تزوقوها بخطوط من الشوكولا ولا ترشوها بشي مكسرات الى عندكم. مهم انا اضطريت باش انني غير نوريكم الشكل ديالها كي كتجي من داخل، كتجي رائعه، يعني كنتمنى انكم تجربوهم. بالنسبه للكيك اللي هي زوقتها في هذا النهار هذا، وكانت بالمناسبه اللي كتفرح بصراحه. اول خلصه ليا في على اليوتيوب، اللي هي كهديه هديتها للمشاهدين ديالي في المسابقه، اللي كنتمنى ان شاء الله كلكم انكم تشاركوا فيها. صافي كي كتشوفوا قسمتها على وسط، كي كتجي خفيفه من الداخل وما سقيتهاش لان كتجي رطبه، ما كتحتاجوش انكم تسقيوها. صافي كما كتشوفوا معايا هنايا وضعت لا كريم الكريمه عادي، يعني ما عملت فيها حتى شي حاجه. بصراحه راه كتجي رائعه. ممكن انكم تزينوها نتوما بالطريقه اللي بغيتو، ممكن ديروا اضافات مثل مكسرات اولا النكهه ديال القهوه كي قلت لكم من قبل. صافي غادي نستمر هنا بالتزيين ديال الكيك حتى تشوفوا الشكل النهائي ديالها. وكي كتشوفوا الصوص اللي عملت راها كتجي ثقيله، خصوصا ملي ضفت عليها الشوكولا. غادي غير نزوق بها هنايا، وغادي نخليكم مع تتمه الفيديو حتى تشوفوا الشكل النهائي. جينا لنهايه الفيديو. كما كتشوفوا معايا الكاب كيك كيجيو عامرين من داخل بالصوص ديال الشوكولا، والكيك كتجي روعه روعه. كنتمنى انكم تجربوا هاد الطريقه هذه في تحضير الكيك وذوقوها بالطريقه اللي عجبتكم. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب باش تعمل فائده، والى فيديو اخر ان شاء الله.